الشيخ في بداية مقالته: كنت أقرأ في ترجمة كانت الفيلسوف الألماني الأشهر أنه كان لجاره ديك قد وضعه على السطح قبالة مكتبه، فكلما عمد إلى شغله صاح الديك فأزعجه عن عمله وقطع عليه فكره، فلما ضاق به بعث خادمه ليشتريه ويذبحه ويطعمه من لحمه، ودعا إلى ذلك صديقا له، وقعدا ينتظران الغداء ويحدثه عن هذا الديك وما كان يلقى منه من إزعاج وما وجده بعده من لذة وراحة، ففكر في أمان واشتغل في هدوء، فلم يقلقه صوته ولم يزعجه صياحه. ودخل الخادم بالطعام معتذرا أن الجار أبى أن يبيع ديكه، فاشترى غيره من السوق، فانتبه كانت فإذا الديك لا يزال يصيح. يقول الشيخ علي بعد أن ذكر هذه القصة: فكرت في هذا الفيلسوف العظيم فرأيته قد شقي بهذا الديك، لأنه كان يصيح وسعد به وهو لا يزال يصيح. ما تبدل الواقع، ما تبدل إلا نفسه، فنفسه هي التي أشقته للديك، ونفسه هي التي أسعدته. وقلت: ما دامت السعادة في أيدينا فلماذا نطلبها من غيرنا؟ وما دامت قريبة منا فلماذا نبعدها عنا؟ إذ نمشي إليها من غير طريقها ونلجها من غير بابها. إننا نريد أن نذبح الديك لنستريح من صوته، ولو ذبحناه لوجدنا في مكانه 100 ديك، لأن الأرض مملوءة بالديكة، فلماذا لا نرفع الديكة من رؤوسنا إذا لم يمكن أن نرفعها من الأرض؟ لماذا لا نسد آذاننا عنها؟ لماذا لا نسد آذاننا عنها إذا لم نقدر أن نسد أفواهها عنا؟ لماذا لا نجعل أهواءنا وفق ما في الوجود إذا لم نستطع أن نجعل كل ما في الوجود وفق أهوائنا؟ فلا توقظني عربات الشارع وهي تزلزل بسيرها الأرض، ولا أصوات الباعة وهي ترعد في الجو، ولا أبواق السيارات وهي تسمع الموتى. وتوقظني همسة في جو الدار ضعيفة، وخطوة على ثراها خفيفة، فإن نمت في الفندق لم يوقظني شيء وراء باب غرفتي، فإن كان نومي في القطار لم يزعجني عن منامي حديث جيراني إلى جنبي، ولا صوت القطار وهو يهتز بي، فكيف احتملت هنا ما لم أكن أحتمله هناك، وآلمني هناك ما لم يؤلمني هنا؟ ذلك لأن الحس كالنور، إن أطلقته أضاء لك ما حولك فرأيت ما تحب وما تكره، وإن حجبته حجب الأشياء عنك، فأنت لا تسمع أصوات الشارع مع أنها أشد وأقوى، وتسمع همس الدار وهو أضعف وأخف، لأنك وجهت إلى هذا حسك وأدخلته نفسك، فسمعته على خفوته كما ترى في الضياء صغائر الأشياء، وأغفلت ذلك وأخرجته من نفسك فلم تسمعه على شدته، وخفي عنك كما تخفى في الظلام عظائم الموجودات. فلماذا لا تصرف حسك عن كل مكروه؟ إنه ليس كل ألم يدخل قلبك، ولكن ما أدخلته أنت برضاك وقبلته باختيارك. وكما يدخل الملك العدو قلعته بثغرة يتركها في سورها، فلماذا لا نقوي نفوسنا حتى نتخذ منها سورا دون الآلام؟
إني أسمعكم تتهامسون، تقولون فلسفة وأهوام، تقولون فلسفة وأوهام. نعم، إنها فلسفة، ولكن ليست كل فلسفة هذيانا، وإنها أوهام، ولكن الحياة كلها أوهام تزيد وتنقص، ونسعد بها ونشقى، أو شيء كالأوهام. يحمل الرجلان المتكافئان في القوة الحمل الواحد، فيشكو هذا ويتذمر فكأنه حمل حملين، ويضحك هذا ويغني فكأنه ما حمل شيئا. ويمرض الرجلان المتعادلان في الجسم المرض الواحد، فيتشاءم هذا ويخاف ويتصور الموت، فيكون مع المرض على نفسه فلا ينجو منه، ويصير هذا ويتفاءل ويتخيل الصحة فتسرع إليه ويسرع إليها.